يا حبيبي معرفش بارد قوي يا ابني انا معايا صاحبتي بقول له صاحبتي غالي يا عم حبيبتي اتقفلت خلاص كده. فدايما خلوا العلاقة سطحية مع اي حد، ده بجد. واوعى تدي سرك لحد، اوعى تأمن لحد. مش معنى كده اللي احنا ما نصاحبش، مش معنى كده اللي احنا ما نعيش حياتنا، لا، عيشوا حياتكم وصاحبوا بدل 1 10 كمان. بس اختار الناس اللي تبقى طالعة من بيت اصول، اختار الناس اللي عندها رقابة في البيت، اختار الناس اللي عندها اب وام بيسألوهم انتوا رايحين فين وجايين منين. اختاروا الناس اللي اهاليهم لما بيغلطوا بيقولهم انتوا غلطتوا، مش بيسقفوا لهم او مش بيقولوا لهم لا تمام انتوا صح. لا، انا بجد شايفة ان انا بعد ما بقيت ام بقيت عاقلة قوي، يعني بقيت واصلة لدرجة اني لو حد لقح عليا لقح براحتك، مش هطلع وارد واعمل جدال واتخانق. من ضمن المواضيع بقى برضو اللي انا عايزه اطلع اتكلم معاكم فيها النهارده اصلا، اللي هو ليه بنجمع، يعني ليه بنجمع، ليه بجد اي ترند يطلع على الفيسبوك بقى كل البلوجر وحشين، كلهم مش شبعانين في بيت اهاليهم، احنا اللي عملناهم، احنا اللي مش عارفه ايه، احنا واحنا واحنا. صوابعكم، هفضل اقول صوابعكم مش زي بعضها. يعني ليه الحلو ما بيتقالش عليه حلو لوحده، وليه الوحش ما بيتقالش عليه وحش لوحده؟ مش كلنا زي بعضنا على فكرة، وفينا يعني الميديا دي بجد تخض، والميديا دي من انا شايفة زي ما هي من احلى الحاجات لو فضلت في حالك، لو فضلت لوحدك هتبقى من اوحش الحاجات لو اختلطت بكل الناس وبقى ليك علاقة بكل الناس، لاني محدش زي ما قلتلكوا بيصون العيش والملح، وغير القليل قوي بجد. فجايلكم من ارض الواقع من حكم خبرتي من المجال نفسه، واللي انا حد من بره، انا بتكلم اللي انا حد كمان من بره ومن جوه المجال. من جوه المجال في ناس كتير حلوة، في ناس كتير شبعانة من بيت اهاليها، في ناس كتير محترمة، في ناس كتير تدخلهم بيتك وانت مش خايف، زي ما في ناس تدخلهم البيت وانت قلقان. ولازم نختار الناس اللي احنا بنعرفهم كويس جدا جدا. طيب نور بقى العادية اللي من بره، انا شايفة ان الغلط بيتسقف له والغلط هو اللي بيتصدق. فارجوكم ما تحكموش على حد، على نور ولا غير نور، غير ما تعاشروها. ما تقولوش على نور حلوة ولا وحشة غير ما تعاشروها. ما تسمعوش من بره وتيجوا تقولوا، لاني كفايه ان البني ادم يبقى غلطان ونقعد نسقف له، دي عشان دي اوحش حاجه في الدنيا. ان شاء الله دي اخر ستوري، وزي ما قلت لكم انا اسفه على المنظر انا طالعه بيه ده، بس لولي عملت لي هالات يعني. بلاش الغلطان نسقف له ونقف في صفه لمجرد اللي هو صاحبنا، لاني دي ابشع حاجه، ودي اللي انا خسرت ناس كتير بسببها. لاني لو الغلطان بيتقال له انت غلطان كان زمان اعترف بغلطه، وكان زمان المركب مشيت. فدي الحاجة اللي خسرتني ناس، فبلاش نعملها ونخسر كل الناس بعضها. دي حاجة. تاني حاجة، كل واحد يخليه في حاله. ما نور ودولة متخانقين، ما تسيبوا نور ودولة متخانقين. ليه ادخل اسقف لدولة، ولا ليه ادخل اسقف لنور لو انا مش هصلح بينهم؟ فاهمين؟ ليه اقعد انقل كلام؟ كل واحد يعيش في سلام نفسي. يا جماعه عايزين نعيش في سلام نفسي بجد. كل واحد يخليه في حاله، انت في حاله وانا في حاله، والدنيا تعيش وتمشي، لان الدنيا مش مستاهله. ودي اخر ستوري.